مايكل قرر يدخل أخطر مستشفى مهجورة في أوروبا. اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. المستشفى دي اتبنت من زمان جدا، وكانت زمان مستشفى عزل للي عندهم أمراض مميتة اللي اتقال عنها كتير، بس مفيش دليل على حاجة. أول ما دخل لاحظ حاجة غريبة، كل الساعات واقفة على نفس الرقم 313. كل ما بيتقدم الأصوات بتزيد، أصوات خطوات بتمشي وراه رغم إنه لوحده، وباب بيقفل فجأة وبيفتح تاني من غير سبب. وكل لما يلف بكاميرته يلاقي لمحة من شخص بيعدي بسرعة، بس الأغرب الشخص ده لابس نفس هدومه. ساعتها قال في الفيديو: أنا مش لوحدي هنا، أنا حاسس بنفسي. في الدور التاني لقى أرقام على الحيطان كلها مكررة، واللي صدمه ده رقم شقته فعلا في برلين. دخل أوضة فيها مراية مكسورة وتحتها ورقة قديمة متآكلة مكتوب فيها: اللي دخل الساعة 3:13 ما بيخرجش تاني، النسخة الجديدة لازم تفضل جوه. اتجمد مكانه وبدأ يسمع صدى صوته بيتكرر في الطرقة. الكاميرا بتسجل، بس مايكل واقف قدام المراية وبيضحك وكأنه بيشوف حد تاني جواه. والغريب الإيد اللي ظهرت على كتفه مش إيده. الفيديو اتنشر على اليوتيوب بعدها بيوم، لكن بصوت مختلف وبتعليق واحد بس. مايكل ساب النسخة تطلع، وهو اختار يفضل في المستشفى